الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير. من الفضائية الإريترية أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار لهذه الظهيرة. أبدأها بالعناوين. الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير. من الفضائية الإريترية أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار لهذه الظهيرة. أبدأها بالعناوين النشرة. تنظيم منتدى أصدقاء الشباب في حقات. دورة تنويرية حول مراقبة ومعالجة التراكمات في مديرية صرونا. عقد سمينار شبابي في كرن. اليونيسيف منزعجة من عدوى الإيدز بين الأطفال. الأرجنتين توقف محاولة إنقاذ طاقم من غواص. الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير. من الفضائية الإريترية أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار لهذه الظهيرة. أبدأها بالعناوين النشرة. تنظيم منتدى أصدقاء الشباب في حقات. دورة تنويرية حول مراقبة ومعالجة التراكمات في مديرية صرونا. عقد سمينار شبابي في كرن. اليونيسيف منزعجة من عدوى الإيدز بين الأطفال. الأرجنتين توقف محاولة إنقاذ طاقم من غواصة مفقودة. ومسلحون يهاجمون حرما جامعيا في باكستان. كان ذلك موجز النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل. عقد في 27 من نوفمبر بمديرية حقات بإقليم عسبة منتدى أصدقاء الشباب. وقالت مديرية حقات السيدة آمنة الحاج عثمان في افتتاح المنتدى إن الجهود تبذل للارتقاء بوعي وقدرات الشباب، داعية لجنة أصدقاء الشباب للدفع بهذه الجهود. وأوضحت رئيس لجنة أصدقاء الشباب السيدة مكة عمر في التقرير الذي قدمته للسنتين الماضيتين إن برامج موجهة للشباب قد نظمت، لكن العمل مراقبة ومعالجة تراكوما. وأوضح عضو البرنامج الوطني لمراقبة العمى السيد ميكائيل موسيه الأسباب والأعراض الرئيسية لتراكوما، وأنه إن لم يتم معالجتها في الوقت المناسب فإنها ستؤدي إلى مرحلة العمى. وأشار السيد ميكائيل إلى توزيع أدوية تراكوما في مديريات سنعفي وميمنة ودبروة بالإقليم الجنوبي، موضحا بأن المهنيين الصحيين يعملون مقسمين في 16 إدارة ضاحية في المديرية التي تجري فيها عملية التوزيع لأول مرة. وفي ختام الدورة قال مسؤول مراقبة الأمراض الغير المعدية في الإقليم السيد يمان تسقاي إن هذا البرنامج هو برنامج وطني، مناشدا الدارسين للعمل بجدية من أجل مراقبة المرض، مستفيدين من المعرفة المكتسبة. عقدت اجتماعات في مديريات صورونا وعد قيح وفورتو ساوا لتقوية العملية التعليمية. وفي الاجتماع الذي عقد في مديريتي صورونا وعد قيح لتقييم أنشطة تعليم الكبار، تم بحث مستوى برنامج محو الأمية والجهود التي يتوجب القيام بها للحيلولة دون حدوث انتكاسة تعليمية، حيث تسير العملية بنجاح في معظم ضواحي المديريتين. ودعا مسؤول التعليم في المديريتين لتعزيز تعاون ومساعدة الإدارات لمزيد من النجاح، مناشدين لتقوية التعبئة وتشجيع المتفوقين. من جهة أخرى دعا مدير مديرية فورتو ساوا السيد أبو بكر محمود السكان للاستفادة من فرص التعليم وإرسال أبنائهم لتلقي التعليم. وأشار مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ محمد إدريس وسكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بالمديرية السيد عبد الله إدريس بأن حملات التعبئة المتواصلة أحدثت تغييرا إيجابيا، داعين للعمل باهتمام لرفع مشاركة الطالبات. عقد في مدينة كرن سمينارا في 28 من نوفمبر لبحث تقوية قدرات الشباب في المجالات كافة وتعزيز مساهمتهم في التنمية والتصدي بتنظيمهم حسب مجالاتهم وهوياتهم. وقالت سكرتيرة الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم العنسبة السيدة أمة نجوسي إن المساهمة التي يقوم بها الشباب لإعمار البلاد والدفاع عن السيادة له مكانة خاصة في تاريخ إريتريا، موضحا بأن تطوير قدراتهم لضمان التطور المستدام من المهام الآنية. ودعا المشاركون للدفع بالسمينارات التنويرية ووضع معايير للشباب المشاركين في الدورات التدريبية والعمل لتبادل التجارب والخبرات. وأهاب السمينار بتعزيز مشاركة كافة المؤسسات تجاه قضايا الشباب.
نظمت سيمينارات في مختلف مناطق البلاد لطلاب وأصحاب وعمال المؤسسات الخدمية حول الشباب وتأثير وأساليب مكافحة الأمراض المعدية. وفي السيمينار الذي نظم في مدرسة إسحاق تولد مدهن الثانوية بأسمرة قدم توضيح موسع بشأن أمراض الإيدز والسل وتأثيرهما اجتماعيا واقتصاديا وسبل مكافحتهما. وعقد سيمينار صحي لطلاب مدرسة أسماط الداخلية حيث تم التوضيح عن السيطرة على كثير من الأمراض ناتجة جهود المكافحة وانخفاض ظاهرة الأمراض المعدية وخاصة الملاريا بنسبة 25% العام الماضي في المديرية. كما نظم سيمينار ل120 امرأة في مدينة عصب حول صحة الجلد وأضرار المكياج على الجلد واستشارة الأخصائي الطبي للمشاكل الصحية الجلدية. من جهة أخرى بحث اجتماع صحي عقدته وزارة السياحة في مدينة عد خوالا الأمراض التناسلية ودور المجتمع عامة والمرافق الخدمية خاصة لمكافحتها. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير وأوفيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. حيث قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف إن 18 طفلا كانوا يصابون بفيروس HIV كل ساعة خلال العام الماضي، وهو ما يشير إلى ضعف التقدم على صعيد حماية أطفال العالم من الفيروس المسبب لمرض الإيدز الفتاك. وتشير توقعات اليونيسيف وفقا لأحدث إحصاءاتها لعام 2017 والتي أعلنتها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإيدز إلى أنه إذا استمر المعدل الحالي فستكون هناك 3 ملايين حالة إصابة جديدة بالفيروس بين فئة المراهقين بحلول عام 2030. ووفقا لليونيسيف كان هناك نحو 37 مليون شخص مصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة HIV في أنحاء العالم العام الماضي. ويواجه الأطفال المصابون الذين تقل أعمارهم عن 4 سنوات للخطر الأكبر مقارنة بالفئات العمرية الأخرى. وطالبت اليونيسيف بمجموعة من الإجراءات تتضمن علاج كافة الأطفال المصابين وإعطاء أولوية لحماية المراهقات في أفريقيا جنوبي الصحراء، وكذلك التوعية باختبارات الكشف الذاتي وجمع المعلومات بشكل أفضل. قال المتحدث باسم البحرية الأرجنتينية إنريكي بالبي إن بلاده أوقفت مهمة إنقاذ 44 شخصا هم أفراد طاقم غواصة اختفت قبل 15 يوما، غير أنها ستواصل الجهود لتحديد موقع الغواصة بالاستعانة بمساعدة دولية. وكان لدى الغواصة احتياطي من الهواء يكفيها لمدة 7 أيام عندما أبلغت آخر مرة عن موقعها يوم 15 من نوفمبر، وصدرت أوامر للغواصة بالعودة إلى قاعدة بحرية في مار ديل بلاتا بعد أن أبلغت عن تسرب مياه إلى داخلها عبر أنبوب شفط الهواء. وانتقد أفراد من أسر الضحايا الحكومة لوقف عملية البحث ولسوء عملية التواصل. وكانت البحرية قد ذكرت إن منظمات دولية رصدت ضوضاء ربما كانت نتيجة انفجار داخلي، وذلك في نفس اليوم الذي فقدت فيه الاتصال بالغواصة. وقال بالبي إن عملية البحث شاركت فيها 28 سفينة و9 طائرات و4000 فرد من 18 دولة، وجرت على مساحة 557 ألف ميل بحري. قالت الشرطة الباكستانية إن مسلحين مجهولين اقتحموا حرم كلية الزراعة بإحدى جامعات باكستان يوم الجمعة، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص على الأقل. وقال طاهر خان قائد الشرطة في مدينة بيشاور بشمال غرب البلاد إن المهاجمين يتبادلون إطلاق النار مع قوات الأمن في الكلية الواقعة بالمدينة. وأضاف المسؤول إن الشرطة وقوات الجيش الخاصة طوقت الحرم الجامعي عقب سماع دوي انفجار. سقط قتيل واحد وأصيب 14 شخصا على الأقل بجروح بانفجار وقع الجمعة في مصنع للكيميائيات وسط اليابان. وقد تلقى سكان المنطقة المجاورة له أمرا بإخلاء منازلهم بحسب ما أعلنت أجهزة الإغاثة. وأظهرت لقطات تلفزيونية دخانا أسودا كثيفا متصاعدا من مصنع أراكوا للصناعات الكيميائية الذي يصنع مواد كيميائية تستخدم في إنتاج الورق.
ولم يتمكن المسؤولون على الفور من تحديد طبيعة المواد الكيميائية الموجودة بالمصنع. وتمت الاستعانة ب17 شاحنة إطفاء وحوالي 60 رجل إطفاء وفقا لما ذكرته خدمات الإنقاذ المحلية. مشاهدينا الكرام، بهذا أكون قد وصلت بكم إلى نهاية النشرة. أشكركم على حسن المتابعة. تحياتي معكم في التقديم نور الدين خليفة. إلى اللقاء.